اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن اسمه باور، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا الفيلم وبيعرفنا على كريشنا وان هو كان عايز يعمل حزب بس ما كانش معاه فلوس كفايه، وترشح لمجلس الشعب وكان كل همه انه يساعد الناس ويخدمهم، واتولد ليه اعداء كتير بسبب كده وخططوا انهم يقتلوه، وكان بيتمنى ابنه بارات انه يكون نائب مجلس شعب عشان يكمل مسيرته. وبيعرض التلفزيون خبر عن شخص اسمه نايك، هو اخطر رجل عصابات والسبب في تدمير اقتصاد الهند، وان اهم شخصين في عصابته اخوه بابلو وجورو تالورا. وبيصور مراسلين الشارع مع مفوض الشرطه واللي بيقول انه قريب الشرطه هتمسك نايك، فالمراسل بيقول له ان انت قلت لنا الكلام ده من سنه. وبيتنرفز مفوض الشرطه وقال له خلاص احنا ملناش لازمه ومش هنقدر نمسكه، وسابه ومشي. والتلفزيون بيكون في بيته المفوض وبيسالوا اولاده هو اتضايق، فبيقول لهم لا. قالوا له هو فعلا مجرم كبير. قال لهم مهما كان كبير هيجي اللي ينهيه. بنشوف شخص بيظهر وبيروح كازينو، هو داخل بيضرب كل الرجاله اللي بيقابلهم في وشه، وبيكون واحد بيشوفه في الكاميرات فبيقول له ليه تراقبني لما ممكن تشوفني قدامك على طول. وبيساله الشخص ده انت مين، وبيرد عليه واحد من الرجاله اللي اتضرب وبيقول له انه ظابط. فبيرد الظابط وبيقول له كويس انك عرفت من قوتي اني ظابط. فبيرد عليه الشخص اللي كان بيراقبه وبيقول له ان كل الظباط اللي جم هنا يا اما اخدوا رشوه يا اما اتقتلوا. فبيقول له انا ظابط لا باخد رشوه ولا هتقدر تقتلني. وساله فين جورو، فبيرد عليه وبيقول له انه في مومباي مع سيني سوباري، وبيقول له هرجع تاني. فبيحاول الشخص ده انه يقتله لكن هو بيخطف المسدس من ايده بخفه وسرعه. وبنشوف دوريه شرطه وواقف ظابط وحواليه مجموعه ظباط شباب بيراقبوا المكان، وبيقترح واحد من الظباط انهم يهاجموا وبيقول لهم افرض جورو مش موجود، فبيعرفوه انه هو موجود وبيقول خلاص هدخل اتاكد، وبيقول لهم لو موجود انا هديكم اشاره. بيمسكوا جورو وبيدخلوا الظباط عشان يساعدوه هو، وبيقول له جورو انه هو وسيط عقاري ودخل المبنى ده بالغلط وهو كان عايز يدخل المبنى اللي جنبه. وبيدخل بارات بعد ما سمع الكلام وبيعمل نفسه انه هو المشتري اللي كان هيشتري، وبعدها بيبص بهارات للظابط وبيزعق له وبيقول له ان احنا مستنيينك بقالنا ساعه والعصابه كانت اقتنعت خلاص. لكن الظابط بيزعق لبارات وبيقول له انا ظابط اعلى منك والمفروض تحترمني. وبيطلع كل العصابه اسلحتهم وبارات بيطلع سلاحه وبياخد من الظابط سلاحه وبيبدا ضرب النار، وبخفه ايد بهارات ومشاركه زمايله بيضربوا نار اسرع، وبيتصاب في النص الظابط الكبير. وبيطلب واحد من الظباط دعم في الاسم وبيكملوا ضرب نار، ولما بيخلصوا الرصاص بيبداوا انهم يتخانقوا بايديهم وبالخشب. ولما بتوصل الشرطه بيشكروا بارات والظباط، وبعدها بيخرج الظابط الكبير وهو مصاب. ولما بيسالوا المفاوض بيقول له ان بارات السبب، وبارات بيقول له لو ما كنتش عملت كده كان زمانك ميت. وبيخرج واحد من العصابه وهو مقبوض عليه وبيقول لبارات ان هو مش هيسكت، لكن بارات بيضربه بالرصاص. ويقول الظابط الكبير للمفاوض ان بارات كده دايما متسرع. وبيدخل نايك واخوه بابلو عند شخص وقتلوه هو ومراته، وقبل ما يقتلوه قالوا له ان ده جزاء اللي بيبلغ عن شريكه جورو. بعد كده بيروحوا الظباط يشوفوا ايه اللي حصل، بيلاقوا جورو مقتول في الزنزانه، وبيوعد المفوض الصحافه انه هيشوف التقارير ويعرف ده حصل ازاي وان هو هيوقف الفريق اللي ماسك القضيه. بيجتمع الخمس ظباط الموقوفين عن العمل وبيقول لهم بارات لما الطريق بيتسد معناها ان هو ده وقت الشرطه الحقيقي. ولما سالوه هو واثق كده ازاي، قال لهم انه عرف معلومات من جورو قبل ما يموت، وعرف منه انه بابلو بيروح اسبانيا مرتين في الشهر عشان ليه صديقه هناك، وانه ما بيثقش في حد غير اخوه. وبيقول لهم بارات انهم هيروحوا اسبانيا، وبيسافروا اسبانيا وبيقعدوا في شقه في المبنى المقابل لشقه صديقه بابلو عشان يقدروا يراقبوه لما يوصل. وبعد كده بينزلوا، وبيقول شاستري واحد من الظباط ان جدته ممكن تشوف لهم الطالع وانها موهوبه وممكن تقول لهم ايه اللي هيحصل. وبيتصل بيها وبتسال بارات كام سؤال، وبتقول له ان في بنت هتيجي عشانه، وبيعدي بنت من قدامهم فعلا. ولما تمشي يعمل بارات نفسه بيتكلم في الموبايل، وبيمشي ويروح ورا البنت، وبتدخل محل هدوم وبيدخل وراها، وبيكونوا قاعدين في بلكونه البيت وبيراقبوا الشقه، وبيشوفوا البنت نفسها اللي اعجب بيها في الشقه، وبيشكوا ان هي صديقه بابلو. وبيقول لهم بارات ان بكره هي هتروح المركز التجاري ونراقبها ونشوف. وبيقعدوا في كافيه وهي خارجه بتشوفهم وبتروح تسالهم هم بيراقبوها ليه. وبيتكلم بارات مع اصحابه بلغه الكندا الهنديه، وبيقولوا له وطي صوتك. قال لهم انها ما تعرفش اللغه دي لكن هي بتقول له انها بتتكلمها. وبيقول لها بارات ما تفتكرش نفسها حلوه وانهم بيعكسوها، هم قاعدين يشربوا قهوه عادي، وبيتخانق معاها وبعدها بتسيبهم وبتمشي. بعد كده بيعرفوا من الويتر ان هي ساكنه في الشقه 103 مش 102 اللي فيها صديقه بابلو. وبيقوم بارات وبيسيبهم وبيروح وراها، وهي بتكون قابلت امها واختها وركبوا مركب وبيركب هو كمان، وبيتعرف على امها واختها وبيقول لها انه سوء تفاهم وتمسحه من عقلها، لكن هي بتسيبه وبتمشي. وبيكونوا في بلكونه الشقه بيراقبوا، وبيعتذر بارات لشاستري ان هو شك في جدته. وبعدها بيقول له واحد منهم ان صديقه بابلو خرجت، وبيبص بارات عليها وبيقول له ركز على مراقبتها، وبيقول له انت هتركز على برشانتي. ويبص عليها فعلا بارات وبتكون بتتكلم في الموبايل ومتوتره، وبيخمنوا انها بتتكلم مع
باباها وبتكون حقيقة، وبتكون متوترة لان ابوها فاكر ان هي بتدرس في دلهي وما يعرفش انها في اسبانيا عشان خاطر مسابقة تصميم الازياء اللي اختاروها ليها هي وصاحبتها. وبيروحوا ورا صديقة بابلو وبيراقبوها، وبيقول بارات لشاستري انهم ليه مضطرين يراقبوا النوع ده من البنات، وفي الوقت ده بتيجي برشانتي من وراه وبتقول له امبارح بتراقبني والنهارده بتراقب واحدة تانية، انت من النوع ده؟ وبتمشي وبتسيبه هي وصاحبتها، وبيقول لها الحقيقة انه ظابط وبيحبها، لو هترفضه تسيبه وتمشي لكن لو هتقبله تحضنه. وبيقع وبتقع وهي حضناه بالغلط، لكن صاحبتها بتشوفها وبتروح علشان العرض. وبعد ما بتركب المترو بتنسى الشنطة اللي فيها التصميمات في المترو وبتزعل وبتفضل تعيط لما بترجع ما تلاقيهاش، لكن بارات بيظهر وبيديها الشنطة وبيقول لها انت زعلانة ان انا براقبك بس الموضوع اهو طلع ليه ميزة، يلا روحي عشان ما تتأخريش. وبيكونوا قاعدين في البيت وبيراقبوا صديقة بابلو، وبيتكلم شاستري مع بارات وبيقول له بارات ان هو سهل يجذب البنات وان برشانتي سخيفة، وبتكون برشانتي واقفة وراه وبتفضل تهزقه وبتقول له ان هي كانت جاية تشكره وما تعرفش ان هو منافق، وبتسيبهم وبتمشي وبترجع تاني تاخد شنطتها وبتسمعه بيقول ان هي سخيفة، لكن شاستري بيقول له ان هي رجعت وبيبص يلاقيها بتاخد شنطتها وبتمشي وبيقول له كده انا خسرتها خالص. وهما بيراقبوا بيوصل بابلو وبيطلع لصاحبته، ولما بتفتح له بيدخل بيلاقي بارات جوه وبيقول له انت مين، وبيطلع بابلو مسدسه وبيحاول يقتله لكن ما بيعرفش طبعا، وبيبداوا يضربوا بعض وبينزل يجري بابلو ورا بارات وبيفضلوا يتخانقوا وبيضرب بارات بابلو. وبيكلم بارات نايك من تليفون بابلو وبيقول له ان هو هيقبض عليه وان هو حتى لو دمر ملفه في الاسم هيقدر يمسكه، وبيقول له نايك ان لو اخوه جراله حاجه هو هيقتله. وبعدها بيقتل بارات بابلو فعلا وبيروح يقابل برشانتي وبيقول لها انها تشيله من دماغها وهو كمان هيعمل كده وبيسيبها ويمشي. بيقول له شاستري ليه عملت كده؟ بيقول له انها المفروض تكون بتحبني دلوقتي وهستخدم طريقه تانية عشان نبوءه جدتك تتحقق. بيقول نايك لرجاله بابلو هو ازاي اتقتل وانتوا موجودين وانه عايز يعرف مين اللي قتله، وبيحتفل الناس بمرور الذكرى 14 على موت كريشنا وانهم بيعتبروه الاب الروحي ليهم. وفي المستشفى بيفوق كريشنا بعد 14 سنه من الغيبوبه، والدكتور بيقول لهم انه لو اتعرض لاي صدمه هيرجعوا الغيبوبه تاني. هنا بيقول عم بارات لبارات انه امنيه ابوه انه كان يكون عضو مجلس شعب زيه، وبيقول له بارات انه مع حب الناس لابوه هيقدروا يتغلبوا على اي عقبه. وبيروح بارات لبيتهم القديم اللي اتباع وبيلاقي هناك تصوير فيلم الممثل فاشل، وبيطلب يأجر منه البيت لانه بيعمل فيه قصه حياه كريشنا. وبيجهز البيت وبيرجعوه زي ما كان وبيجيبوا ابوه من المستشفى للبيت. وبيروح نايك مومباي وبيضرب رجالته هناك عشان لسه ما عرفوش مين الضابط اللي قتل اخوه. وبتنادي بنت على بارات وبتقول له ان ابوه فاق، وبيطلع له فعلا وبيقولوا لكريشنا ان ده ابنك. وبيساعد بارات ابوه في كل حاجه في الاكل وفي النوم، وبيسال الاب عن اخوه اللي مات لكن ما قالوش ليه خوفا عليه من الصدمه. وبذكاء بارات قال له ان هو في امريكا للدراسه، بيطلب منه يكلمه وبيكون بارات عامل حسابه وبيخلي شخص يكلمه، وبيطلب الاب انهم يروحوا بقى لشعبهم ويشوفوهم محتاجين ايه. وفجاه بيسمع عبارات المجد والشكر لكريشنا وان بيكون بارات جايب ممثلين يعملوا دور الشعب ومفهمين الممثلين ان ده مكياج. وبيوريه بعدها بارات وهو بيحل مشاكل الناس كعضو في مجلس الشعب، وبيكون الاب منبهر وسعيد جدا بابنه بمساعده الناس. وبيحاول صاحب البيت يرفع الايجار للضعف لكن بذكاء بارات وبانه خلاه يطمع في جايزه اكبر اداله البيت ببلاش، وكمان اقنعه انه يوزع فلوس على الناس وخلى ابوه يشوف ده، وبيقتنع فعلا انه بيساعد الناس وبيأدب الجشعين. وبيشوف نايك في التلفزيون مفوض الشرطه وهو بيقول انه قريب هيتم هدم مملكه نايك، وبيتنرفز وبيسالهم مين الضابط المسؤول. وبيطلع ان المفوض متفق مع الضباط والخطه كانت ان يتم ايقافهم عن العمل وانهم هيقولوا انهم قتلوا بابلو، لكن بيتعافى من الرصاصه وبيكون لسه عايش، وبيديهم معلومات غلط عشان اخوه يعرف انه لسه عايش. وبيتكلم بارات مع المفوض عشان يقول له ان نايك عنده قاعده في الجنوب، فبيطلب المفوض من الضباط والعساكر اللي حواليه يخرجوا لانهم شاكين في خاين وسطهم، بس بيسيب تليفونه على الارض وبيكون بيسجل. بعد كده الضابط الكبير وبارات بيركبوا العربيه وبيتحركوا من المكان اللي فيه بابلو، وبيطلب من بارات انهم ياخدوا بنته من عند المعبد بالمره. ولما بتركب بيكتشف انها برشانتي، فبيقول له انها مثقفه ومحترمه مش زي حبيبتك اللي خدعت ابوها، وما يعرفش ان هو المخدوع. وبيوصلهم بارات البيت وبيعزموا يشرب قهوه عندهم، وبتشوفوا امها واختها وبيتفاجئوا، لكن بتعترف برشانتي لابوها وبتقول له انهم كانوا خايفين يقولوا له، وهو قال لهم لو بداوا يخافوا يبلغوه لانه هيحاول يصلح من نفسه وانهم يخلوه على علم بكل حاجه. وبعدها بيخرج وبيركب هو وبارات العربيه وبيتحركوا، وبعد كده بينادي كريشنا عيلته عشان يشوفوا على التلفزيون الاحتفال بعيد ميلاد معلمه، وبيقول لبارات انه هو راجل كويس، وبيحس بارات باكتئاب لحاله ابوه لكنهم بيقولوا له انه عمل اللي عليه وما يكتئبش. وبيخطف نايك مفوض الشرطه وبيكلم بارات وبيقول له لو عايز تشوفه حي هات اخويا وتعالى لوحدك. وبيروح فعلا بارات وبيشوف نايك اللي بيقول له انه هو الوحيد اللي شافه وان كان بيقتل اي حد يحاول يقبض عليه،
عليه وان هو عليه قضايا كتير ومطلوب في دول كتير، وبيقول له سيب اخويا وافتكر ان المفاوض بتاعك عندي. وبعدها بيقول له بارات ان هو مش هيسيب اخوه وانه هيقبض عليه هو كمان. بيكون بارات وهو داخل المكان اللي هيتقابلوا فيه بيفك المفاوض وبيقتل الحراس اللي كانوا عنده، وبيتفاجئ نايك وبيحاول يقتل بارات بس بيفشل وبتبدا معركه بينهم بيحاول فيها رجاله نايك انهم يقتلوا بارات وبيفشلوا، وبيضرب نار عليهم بثبات وبيتاكدوا من قوته، وبيتبقى هو ونايك وبيخطف المسدس منه. قبل ما يقتلوا واحد من رجاله نايك بيقبض على المفاوض وبيحط السكينه على رقبته وبيطلب منه ينزل السلاح، لكن المفاوض بيقول له ما تعملش كده، وبالفعل نزل بارات السلاح. في الوقت ده المفاوض بيتحرك وبيتقتل، ووصاه قبل ما يموت على اولاده وانه يقبض على نايك، وبيمسك بارات اللي قتل المفاوض وبيضربه وبيقتله، وبيجري ورا نايك اللي بيركب واحد من رجالته القطر وبيشد نايك، بس بابلو ما بيلحقش وبيضربه بارات. وهو بيجري وبيلحق القطر في واحد بيضربه بخشبه على راسه. بعد كده بيفتكر ان الواحد ده كان من اصحاب ابوه واللي بيقوم بابلو وبياخده وبيمشوا، وبيكون في قطر جاي من ورا بارات اللي واقع. بنشوف نايك وهو هربان في غابه وبيتكلم انه خسر رجالته وان عايز بارات باي شكل. بينط بسرعه بارات وبيقوم من قدام القطر، وبيتفاجئ بابلو والراجل بيه قدامهم، وبيرمي بابلو نفسه قدام القطر بسرعه وبياخد الراجل. وبيجي صاحب كريشنا وبيقول له ان ده بارات ابن كريشنا، وبيساله بارات هو ليه بيشتغل لصالح نايك. بيقول له انه كان في واحد مات واخوه كان بيشتكي لكريشنا، وبيقول له انه خد الدواء ومع ذلك مات. فهو بيقول لكريشنا ان الدواء كان مزيف، وراح كريشنا ورجالته وحرق المخزن بتاع الادويه المزيفه، وقال لصاحبه اللي كان السبب في محاوله قتل كريشنا ان لو اتكرر الموضوع هيحرقوه هو. وبيروح نايك بعد كده وبيحاول يخلي كريشنا يشتغل معاه، وبيحاول نايك ورجالته قتل كريشنا وبيكونوا السبب في الحادثه. وشيفيا بيقول لهم انه راح ينتقم لموته، لكن وقف مفوض الشرطه قدامه واتقتل غلط فاتسجن هو. ولما عرف ان نايك في الهند كان جاي ينتقم وقال له بارات واللي معاه ان كريشنا عايش، وحكوا له ايه اللي حصل وازاي كريشنا عايش، وبيروح مع بارات وبيشوفه وبيقول لبارات ما تسيبش نايك. بعد كده بيجمع كل المعلومات عن اللي خانوا ابوه اتباع نايك عشان يتخلص منهم، والمفوض الجديد بيديله الصلاحيه لده، وبينقلوا ابو برشانتي الاسم تاني عشان يقوده. وبيبدا الانتقام بكامانجي وهو مساعد رئيس الوزراء ومن الناس اللي كانت بتشتغل لصالح نايك، وبالحيله بيقدر يسيطر عليه وبيفهمه ان هو هيبقى بطل، وكمان بيخليه يشتري حته ارض وهميه بهدف انتاج الفيلم، لكن ده عشان يعرفوا عنه معلومات اكتر. وبيروحوا لرئيس الوزراء وبيقنعوه بحته الارض فعلا، وبيكون معاهم كاميرا قلم بتصور عشان يكشفوه، وبيكون في الاسم راجل من رجاله نايك بياخد معلومات الفريق اللي شغال في القضيه، وبيحاول يوصل نايك لبارات وبيعمل رجاله رئيس الوزراء بحث عن الاسم اللي هو قالوا ليهم كصاحب الارض، وما بيلاقوش حد بالاسم ده. بس قبل ما يقول لاي حد بيوصل له بارات وبيضربه وبيقع من السطح، وبيدخل المستشفى وبيخلي ابوه يقتله قتل رحيم اعتقادا منه ان هو كان طيب وما خانهوش. وعم بارات بيغلط بلسانه وبيقول ان بارات بيحب، وبيطلب ابوه انه يشوفها ويتعرف على عيلتين وبيتفقوا على الجواز. وبيجي نايك عشان ينتقم من بارات بنفسه وبيروح لرئيس الوزراء، وبعد كده بيقتل بارات واحد منهم وبيسيب ابوه مقتنع ان هو كان شخص كويس قبل ما يموت. وبيروح بارات والممثل اللي معاه عشان يتمم صفقه بيع الارض، لكن بيتلكك وبيلغيها وبيهين رئيس الوزراء عشان يجبره ان هو يجيب نايك لعنده ياخد له حقه. وبعد كده بيتمم كريشنا حفل زفاف ابنه، وبيتعب كريشنا وبيقول لبارات انه نفسه يعيش حياه طويله ويكون عنده احفاد ويكبروا قدامه. بعد كده بنشوف نايك مع رئيس الوزراء وبيكتشف مخطط الفيلم الوهمي والصفقه الوهميه للارض، وان بارات هو اللي عامل كل ده عشان يوقعه. وبعدها بتيجي قوه كبيره من الشرطه وعلى راسهم بارات، وبيطلبوا من نايك انه يستسلم، لكن بيبدا ضرب النار وبتقتل الشرطه جزء كبير من العصابه، وبيتقتل رئيس الوزراء وسط الضرب. وبيجري بارات ورا نايك ورجالته وبيدخل الغابه، وبيقدر بارات انه يقتل كل رجالته وبيوصل لنايك، وبيفضلوا يضربوا بعض وبينتصر بارات، وبيقول له ان هو مش هيقتله دلوقتي لكن هيخلي كريشنا اللي يقتله. وبالفعل وسط الاحتفال خلاه يرمي السهم اللي هيولع التمثال، وكان جواه نايك ومات. والاطفال بيوقعوا طياراتهم وبيطلبوا من كريشنا انه يحذفها لهم، وبتكون من ورق جرايد وبيعرف من خلاله الحقيقه والعالم اللي هو خلقه عشان ما يجرالوش حاجه، وان هو حتى لو مات فاكيد ربنا هيخلقه في صوره ابن ليه عشان يعمل معاه زي ما هو عمل معاه. اهلا بيكم. النهارده هنعمل فيلم اكشن اسمه كاناكا، وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبتدي الفيلم برجاله مكتفه كاناكا، وواحد بيقول له ان هو لو كان بطل كان عرف يدافع عن نفسه، وبيضربه في بطنه بالسيف وبيسيبه وبيمشي. وبيرجع بينا الزمن قبل ولاده كاناكا، واول ما التلفزيون دخل كانت مامته من اشد المعجبين بالممثل راج كومار، وان هو كان بيسمع وبيتفرج على افلامه وان هو في بطن امه كبر على ان هو بيحبه. وفي اليوم اللي اتولد فيه
في كاناكا حصلت حوادث غريبة وبيتهم وقع وعمه اتقتل على ايد كابور اللي بينافسه في الانتخابات، وبيرابا ابو كاناكا اتشائم منه، ما كانش بيحبه وكان بيضربه على اقل حاجة. ولما اتولد اخوه لاكشيمي كان بيرابا فرحان بيه جدا كأنه الولد الوحيد عنده، وكان دايما بيفرق بالمعاملة بينه وبين كاناكا، وكان بيدي لاكشيمي مصروف ومش بيدي كاناكا. وفي نفس الوقت اللي ابوه كان قاسي معاه كانت امه وزميلته في المدرسة سجمي طيبين معاه وكانوا بيعاملوه كويس جدا، لغاية ما في يوم اخد كاناكا اللبن اللي باباه قال له يبيعه واخده وراح بيه السينما. وفي اليوم ده بيرابا اتهمه ان هو حرامي وربطه وقعد يضرب فيه، فقرر كاناكا ان هو يهرب ويسيب القرية وبيروح بلد تانية وبيقابل فيها انابا اللي شغلته ان هو يلزق اعلانات الافلام في الشوارع، وبيشوفوا انابا وبيأكله وبينصحه انه يرجع لاهله، لكن هو ما بيرضاش فبياخدوا انابا معاه وبيربيه. وبعد 20 سنة بيكبر كاناكا وبيشتغل نفس شغلانة انابا، وبيكون بيحب افلام راجكومار ومش بيرضى اي حد يشيل الاعلانات دي، وبيتخانق معاهم وبيضربهم كلهم وبيلفهم في الهواء وبيحدفهم على العربيات. وتاني يوم بيجيب له انابا توك توك وبيقول له ان هو خايف عليه من الخناق اللي بيدخل فيه كل يوم، وان هو عايزه يشتغل على التوك توك ده احسن له، وبيوافق كاناكا. وتاني يوم بيسأله انابا على الفلوس الاجرة، فبيقول له كاناكا ان هو ركب معاه 6 حامل و6 كبيرة ومرضيش ياخد منهم اي اجرة، فبيعجب انابا بطيبة قلب كاناكا وبيقول له ان اللي عمله ده حاجة كويسة. وتاني يوم بيشوف ستيما بتعيط انها فاتها اتوبيس المدرسة ونسيت مصروفها والنهارده يوم امتحاناتها، فبيقرر يوصلها وبيديها فلوس عشان ترجع بيها. ولحظتها بيجي ظابط بيقول له ان هو دخل في الممنوع وعليه غرامة وبيعامله وحش جدا وبيتلم عليهم تكاتك كتير عشان يقفوا معاه، فبيديه كاناكا الغرامة وبيقول له ان هو المفروض يتعامل مع الناس احسن من كده وان هو ملوش عنده غير الغرامة، وبيسيبه وبيمشي. وفي نفس الوقت بنشوف كانسو طالبة الطب اللي بتحب الناس اللي بيخدموا المجتمع وبتحب انها تتصور معاهم سيلفي، زي ما اتصورت مع واحدة بتعلم اولاد العمال القراية والكتابة، وبتكون عندها جارة بتعزمها على الاكل كل يوم عشان كانسو قاعدة لوحدها. وفي اليوم ده بتحكي لها ستيما بنت جارتها عن سواق التوك توك واللي عمله معاها، فبتتمنى كانسو انها تقابله وتشكره وتتصور معاه. في اللحظة دي بيكون كاناكا واقف قدام صورة امه اللي وحشته وبيشوفوا انابا وبيقول له ان هو لازم يروح يشوف اهله. وتاني يوم بتروح كانسو الجامعة وبيكون استاذها معجب بيها وعايز يلفت نظرها، وبيعرض عليها انه يوصلها في عربيته وبتشكره وبتروح تركب موتوسيكل مع صاحبتها، فبيقرر انه يجي تاني يوم في موتوسيكل وبيقول لها ان هو جابه عشان هي بتحبه، فبتركب توك توك وبتقول له ان هي بتحب التكاتك. وتاني يوم بتخبط عربية واحدة فبيجري كاناكا وبيساعدها عشان ينقلها للمستشفى، وبيشوفوا نفس الضابط وبيساعده ان هو يشيلها ويحطها في التوك توك. وفي نفس اللحظة بتعدي كانسو في نفس الشارع وبتسأل على اللي حصل، فبيقول لها الضابط على اللي حصل وبتسأله عن المستشفى اللي هم راحوا فيها، وبتجري وبتروح على المستشفى عشان تقابل سواق التوك توك لكن مش بتلحق تكلمه وبتصوره قبل ما يمشي. وبتقول لها ستيما ان هو نفس سواق التوك توك اللي ساعدها. وتاني يوم بيدخل الاستاذ الجامعة بتوك توك وبيتفاجئ بيها بتجري على كاناكا وبتقول له انها بتدور عليه وبتعزمه انه يشرب معاها قهوة، فبيعزمها هو على قهوة رمان احسن واحد بيعمل قهوة في المنطقة، وبيقول لها ان هو مش بيحب جو الكافيتريات وانه بيحب البساطة، فبتقول له ان هو اتعلم الكلام ده فين. بيقول لها من افلام راجكومار اللي اتعلم منها الامانة والطموح وان الحياة عشان تتعاش محتاجة شوية امل، وبيرفض انه ياخد منها الفلوس اللي اداها لستيما، فبتطلب منه انه يتصور معاها سيلفي وبيوافق. وبتعجب الصورة ستيما وبتنزلها على الانترنت، وبيشوف اعداء ابو كانسو الصورة وبيروحوا يدوروا على كاناكا، ولما بيوصلوا بيسألوه عن مكان كانسو لانهم عايزين يهنوها على اللي بتعمله مع الناس البسيطة، فبيعزمهم كاناكا على الغدا وبيتصل بكانسو عشان تيجي. واول ما بتوصل بتشوفهم وبتخاف وبتجري، وهو بيلحقها وبتقول له ان الناس دي عصابة وجايين يخطفوها، فبيمسك ايدها وبيدافع عنها، وكل ما بيضرب مجموعة بتطلع له التانية وبيكسرهم وبيطيرهم وبيشقلبهم كمان في الهواء، وفجأة بتطلع مجموعة بالسيف فبيسيب ايدها، ولما بيخلص منهم بيبص مش بيلاقيها وبيفضل يدور عليها، وبيلاقي زعيم العصابة اللي بيقول له ان هو يخليه في حاله والا ان هو هيتصرف معاه، لكن كاناكا بيقول له انه مش بيخاف من حد ومحدش يقدر عليه، وبيأمر رجالته انهم يهجموا عليه، فبيضربهم وبيكسرهم قدام الزعيم واحد ورا التاني، فبيتعصب منه الزعيم وبيمسك السيف وبيهجم عليه، لكن كاناكا بيوقعه في كلمة وبيقدر انه يكسر الحيطة وبينقذ كانسو، واللي بتحكي له ان ابوها سياسي كبير واعدائه كتير وانهم قتلوا امها واخوها وهي صغيرة، وهي بتدرس بعيد عن ابوها عشان محدش يعرف يوصل لها من اعدائه، تطلب منه انه يكون الحارس الخاص ليها لغاية لما الامتحانات بتاعتها تنتهي، فبيوافق فعلا وبتقرب منه وبتحبه لما بتشوف طيبة قلبه وبتحب كل حاجة هو بيحبها، وبتفاجئه في اخر يوم امتحانات انها بتحبه وعايزة ترتبط بيه وان هي مستنية رده تاني يوم، وبيروح يقول لأنابا اللي بيشجعه انه يرتبط بيها، لكن كاناكا بيقول له ان هم من عالم واحنا من عالم تاني وما ينفعش نبقى مع بعض وانه هيرفض عرضها، وبيمشي بالتوك توك وهو زعلان، وبيوقفوا راجل كبير يتحايل عليه يوصله لمنطقة بعيدة، وبيوافق
وبيوصلوا كاناكا، لكن بيطلع ان ده كمين، وبيتفاجئ بالرجاله اللي ظهروا في اول الفيلم ضربوه ومشيوا. وبيجي انابا وبينقذه وبيقول له كاناكا ان اللي عملوا كده من بره المدينه وانهم لازم يلحقوهم قبل ما يهربوا. وفعلا بيلحقوهم ومعاهم سواقين التكاتك، وبيسال الراجل اللي ضربه هو عمل فيه كده ليه، فبياخدوا الراجل وبنتفاجئ بجثه كانسو. وبيتصدم كاناكا وبيقول له الراجل ان هو ابوها، وانه لما عرف بعلاقتها معاه جه عشان يبعدها عنه، وهي عرفت انه هيأذي كاناكا فضربت نفسها بالنار وانتحرت. وبيلوموا على موت بنته، وبيقول له ان يسال ابوه قد ايه ان الابن غالي. فبيقول انابا لكاناكا ان ابوها معذور في اللي عمله لان هو قلبه محروق عليها، وبيسيبوه ويمشوا. وتاني يوم بيقرر كاناكا انه يرجع لاهله، وبيسيب جواب لانابا يطمنوا عليه. واول ما بيوصل قريته بيسترجع ذكرياته، وبيكون ابوه مرشح اخوه لاكشمي قدام كابور نفس المنافس اللي قتل عمه قبل كده. وبيوصل كاناكا لبيته وبيشوف امه وبيمشي ومش بيقدر يعرفها بنفسه. وفي البلد بيلاقي اعلان واقع وبيلزقه بالرز والميه، فبيتعرف عليه اخوه لاكشمي لانه كاناكا الوحيد اللي كان بيعمل الحركه دي. وبيحضنه لاكشمي وبياخده معاه للبيت، وبيلوم ابوه انه معرفش ابنه. وبتجري امه وبتاخده في حضنها، وبيترجوا بيرابا ان يوافق ان كاناكا يرجع يعيش معاهم، لكن هو بيرفض وبيقول لهم ان هو وشه شؤم وان هو هيجيب الخراب للبيت. لكن لاكشمي بيصر وبيدخل اخوه يعيش معاهم. وبيقابل كاناكا صاحبه القديم وبيساله عن سيجمي، فبيوريه صورتها مع مراته يوم فرحهم. وبيروح كاناكا يزور سيجمي وبتقول له ان اهلها جوزوها واحد اكبر منها بكتير ومات بعد جوازهم بشهرين، وهي دلوقتي قاعده في حالها لان الناس بتتكلم وحش على الارمله وان هي مش مستعده تتجوز تاني دلوقتي. وبيروح رجاله كابور لبيرابا وبيهددوه ان هو لو ما خلاش ابنه ينسحب من الانتخابات هيقتلوه هو واولاده. وبيقول لاكشمي لكاناكا ان ابوه هو اللي حابب الانتخابات مش هو، فبيعرف كاناكا ان فوز اخوه في الانتخابات هيسعد ابوه. وبيروح كاناكا يقابل كابور وبيقول له ان هو مش طيب زي ابوه واخوه وانه خطر ولازم يخاف منه. وبيقول له كابور ان هو اغنى واحد في المنطقه دي وعنده املاك كتير وان هو اللي من حقه يفوز. فبيقول له كاناكا ان الكلام ده يقوله للناس مش هو، وبيحذره انه يبعد عن ابوه واخواته اللي هيقتله كل عيلته. وبيجي راجل من رجاله كابور يضربه، فبيشيله كاناكا وبيرميه على الارض بايد واحده، وهو بيقول لكابور ان هو مستعد للانتخابات والقتال. وفي نفس الوقت بيقول بيرابا ان لو ابنه كسب في الانتخابات دي هيذبح خروفين. وبيقول كابور انه لو خسر هيذبح بيرابا واولاده. وبتظهر نتيجه الانتخابات وبيكسب لاكشمي وبيحتفلوا بالفوز. وتاني يوم بيطلب ابن بيرابا الاصغر من ابوه مصروفات الجامعه، فبيطلب من بنته انها تجيب الفلوس اللي شايلها جوه الدولاب. وبتيجي بنته وبتقول له ان هي مش لاقيه الفلوس، فبيشك في كاناكا وبيقول له انه طول عمره بيسيب فلوسه في البيت وعمرها ما ضاعت، وبيتهمه ان هو اللي سرق الفلوس وبيرميه بره البيت هو وهدومه. فبيقول له كاناكا ان هو بيحبه ومستعد يعمل اي حاجه عشان يرضيه، لكن بيقول له بيرابا ان هو مش عايز يشوف وشه تاني. وبيمشي كاناكا وهو مكسور وبيقول لامه ان هو مش حرامي. وبعد كده بيمشي وبيرجع لاكشمي للبيت وهو معاه الفلوس، وبيقول ان هو راح عشان يحطها في البنك لكن لقاه قافل. فامه بتقول له ان ابوه طرد كاناكا لانه افتكر ان هو سرق الفلوس. وبيلوم لاكشمي ابوه انه عمل كده مع اخوه، وبيقول له ان كاناكا دي معناها الذهب وقلب اخوه ده من ذهب، وان هو هيروح عشان يرجع اخوه. لكن رجاله كابور بيخطفوه هو واخوه الصغير. وبيتصل كابور بكاناكا وبيقول له ان هو هيذبح اخواته. وبيرجع كاناكا وبينقذ اخواته اللي بيكون كابور معلقهم وبيضرب رجالته. فبيقول له كابور ان هو مش هيقدر ينقذ ابوه. في نفس اللحظه بيكونوا رجاله كابور بيهجموا على بيرابا، فبيجري كاناكا عشان يحاول ينقذ ابوه وبيضربهم مش بيخلي اي حد يوصل لابوه، وبيدافع عن ابوه زي الاسد. وبيتفاجئ بيرابا بحب كاناكا ليه، وبعد ما بيخلص كاناكا على عصابه كابور واحد ورا التاني بيضربوا كابور بكل غضب، وبيكون كاناكا تعب ومش قادر يضرب. وبيترجى بيرابا كابور انه يرحم ابنه وما يقتلهوش، لكن كابور بيكون مصمم انه يقتل كاناكا. كاناكا بيقدر يقوم وبيوقع كابور وبيقتله، وبيقع كاناكا على الارض من كتر الاصابات. وبيقول لابوه ان هو خلصه من كل اعدائه، وبيعرفه ان هو بيحبه وانه عايز بس حضنه. فبيحضنه بيرابا وبيكون ندمان على معاملته الوحشه لكاناكا واللي قابلها بان هو ضحى بدمه عشان ينقذه هو واخواته. وبيكون كاناكا هو الوحيد اللي بيعامل ابوه باحترام وحب وبيديه مصروف، وبيقول له ان هو يروح السينما لان فيها الفيلم اللي بيحبه. ولما بيروح بيقابل سيجمي اللي بتقول له ان بيرابا هو اللي قال لها تيجي تقابل كاناكا. وبنشوف كاناكا وسيجمي بيتفرجوا على الفيلم وبيمسكوا ايد بعض زي زمان. وبيخلص بكده فيلمنا، وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معانا.